اعمل يوم كمان في الاسبوع. قال لي يا ولي ولا راجل ولا بتاع، النهارده منتخب مصر هيلعب. الله، منتخب مصر هيلعب؟ لا يا اخوي، الاشاره عندي مش حمراء، الاشاره عندي كويس، يعني انت ممكن تدخل وتلعب وتعمل اللي انت عايزه. لقيت جوزي بيقول لي ما تلم نفسك يا ولية يا كبيرة يا هيفا، بقولك منتخب مصر بيلعب في كاس العالم. وبعدين بصراحة كده بقى انا عزمت السباك اللي قصاد مننا صلاح يجي يتفرج معايا على الماتش. يا نهار طين ومش فايت، اكن انا اللي مفكراك جايب لي حاجة حلوة علشان اعمل لك كده حلوة، هي تقول لي ده عشان صاحبي يسهر معايا يتفرج على الماتش؟ ده ايه يومك الطين ده؟ ما تلم نفسك يا ولية الله، هو انا ما اقدرش اعزم صحابي ولا ايه؟ وبعدين الراجل ما عندوش وصلة القنوات المتشفرة اللي بتفتح الماتشات، هو انا كده كده راجل عندي، بدل ما الراجل ينزل على القهوة يجي يتفرج معايا على الماتش. وبعدين النهارده المنتخب هيلعب، يعني العالم كله بيتفرج عليه، انا مالي ومال الماتشات ومال الزفت يا راجل انت. عمال يو بقى يا ام عفاف، قلت له يو عليك انت يا عادل، على العموم ماشي، صحابك يشرفوني وانا كمان هشرفك قدام صحابك. المهم عادل ده هيجي الساعة كام؟ قال في ميعاد الماتش. قلت له طيب البنتك بتذاكر وانت عارف ان هي في الثانوية وكده؟ قال له عارف ان هي في الثانوية. قلت له طيب هي هتذاكر ازاي؟ قال لي ما حبيكتش الليلة دي، يعني هي مش هتجيب لك كليات، مش هتبقى الدكتورة هي. قلت له خلاص يا عم خلاص، منين ما صاحبك يجي يعرفني ولاين. قلت له ماشي. المهم في التوقيت ده وتوقيت القصة دي انا كان عندي 46 سنة، مخلفة بنت اسمها عفاف، متجوزة من واحد اسمه عادل، مغرم كورة مغرم كورة. وعادل ده جرمة شغال سباك. حوالي الساعة 9 كده لقيت الباب بيخبط. قال لي يا ام عفاف. قلت له ايه؟ قال لي افتح الباب عادل جاي. قلت له هو الماتش هيجي دلوقتي الساعة 9؟ لسه بدري يا راجل. قلت له قال لي افتح الباب يا ام عفاف، ما توقفيش الراجل قدام الباب كده عيب. قلت له حاضر حاضر يا ابو عفاف يا غالي يا قلبي، بس وعدني لو مصر كسبت هتعمل حاجة الليلة دي، ما هو مش هيدخلوا جوان وانت واقف تتفرج كده، ده مصر يا راجل، لازم ترفع راس مصر الليلة دي. قال لي يا وليه بطلي قلة أدب وبكش يلا وافتح الباب، والراجل واقف على الباب بقاله تقتير خلى عندي دم. قلت له حاضر بقى لا ما تزوش، واتدلعت عليه كده. بفتح الباب لقيت عادل السباك واقف قدام الباب جايب حبة فاكهة وحبة موز وحبة لب. قلت له الله انت تعب نفسك ليه يا استاذ عادل؟ ده الجيران لبعضها طيب، وبعدين احنا عندنا الحاجات، وابو عفاف عامل حساب الصخرة، تعال خش. قال يا ستي ده حاجة كده من باب كرم الضيافة. قلت له ده بخش يا اخويا خش. فعلا خش ودخل جوه. القصة كلها مش هنا، القصة لما الماتش بدأ وحصل ضروب كده في الماتش. المهم لقيت ابو عفاف متعكر جامد، جوزي عنده 49 سنة على فكرة، ده مزاجه متعكر كده وبتاع. بعتهم يا وليه اعمل لها شوية شاي ولا شوية قهوة يظبطوا لنا دماغنا. قلت له حاضر حاضر. دخلت جوه اعمل كوباية القهوة، فرجعت تاني قلت له يا استاذ صلاح تشرب قهوة مع جوزي ولا تشرب شاي؟ قال لي بصراحة اي حالة تعملها من ايدك حلو. قلت له من عين الاتنين. شوية كده وانا داخلة وبفتح المية من الحنفية ما لقيتش مية في الحنفية، ادور الموتور اشوف السخان اشوف اي مية اعمل بها كوباية القهوة، انا مش لاقيه مية خالص. يوه ده ابو عفاف مزاجه زفت، ولو قلت له ان الماسورة او المية عطلانة هيتبقى نصيبة سودة ومش بعيد يقوم يضربنا قدام الراجل. طب اعمل ايه؟ قلت في عقل بالي ما هو انا برضو لو تأخرت هيجي يهرسني، والراجل غشيم، هو غشيم بس قدام الناس كده، انما على السرير شوشو راجل ملوش في اي حاجة. المهم
قلت له ابو عفاف، يا ابو عفاف. قال لي يا وليه ما تنطقي. قلت له الماسوره مكتومه بتاعت الميه وما فيش ميه بتنزل في المطبخ. قال لي ازاي يعني؟ قلت له بعمل القهوه ما فيش ميه بتنزل، اعمل ايه؟ قال لي طيب ماشي، قوم يا عم صلاح، قوم شوف يا عم، هو انت مش شغال سباك ولا ايه؟ قال لي يا عم بعد الماتش. قلت له قوم يا عم صلاح، ده جوز اللي ايه، جوز اللي متعطنن بقى ومتنرفز. قلت يو، هو الراجل هيخش معايا المطبخ لوحده؟ انا لو قلت له كده ممكن يضربني. تعال. خدت صلاح ودخلت المطبخ. قلت له ايه المشكله؟ قال لي الماسوره مكتوم وعايزه تتسلك علشان تجيب ميه، وبيكلمني كده ويانه بتقفل وتفتح. حسيت من ان صلاح جارنا ده نظراته اتغيرت، وبدأ ان هو يتكلم كلام ياخدني في حته تانية. نبرات كلامه كانت حلوه ما فيهاش غلط، بس اللي يفهمها ياخد دماغك تروح في حته تانية، حته اصلا انت ما بتفكرش فيها. ماسوره مكتومه ومبتجيبش ميه وعايزه تتسلك، ويبص لي من تحت لفوق ويرمش لي بعين ويفتح لي عين. الراجل ده عايز ايه؟ كان الراجل ده عايز حاجه اكيد هيعينه مني. قلت له طيب ما تصلحها. قال لي ما هي العده مش واقفه معايا. قلت له ده ما توقفها علشان خاطر تصلح الماسوره. قال لي بس الماسوره مش هتستحمل العده. قلت له بقول لك ايه، انا شم في ريحه كلامك ولا اقول لك لا تفهمنا غلط؟ قال لي لا انت فاهمه صح، الراجل بيسمع الماتش والدنيا حلوه والتيت والشريط. طب اقول لك على حاجه، اطلع على الرخامه كده. قلت له يوه، براي يا راجل اللي انت بتتكلم في ده، وبعدين انت لقيت جوزي بيقول لي انا حال ميتين امك يا صلاح. قلت له قال لي شوفي موزك عمال يغلط فيا. قلت له لا مش انت، ده هو بيسمع صلاح، محمد صلاح اللي في المنتخب مصر وبيشتمه، مش انت خالص. عايز نطلع بقى على الرخامة اعمل ايه؟ قال لي عشان تشوف الماسوره هتجيب ميه من فوق ولا لا. قلت له ده اما تشيل اللي حاطين عشان الرخامة عالية علي. قال لي من عيوني. فلقيته قام شايلني من وسط كده وحاططنا على الرخامة، وبدأ يروح يمة الحنفية اللي المفروض تجيب مية وهي أصلا محتاجة حد يلمسها، ولسه رايح يجيب أو بيحط إيديه عند الحنفية. بنت دخلت عليا، انت بتعملي ايه؟ انت بتسوي ايه؟ ده انت ليكوا سودة. نزلت مع الرخامة داري، حطيت ايد على بقها وقلت لها اسكتي، ابوك يسمعنا، ابوك لو سمعنا ده هتبقى نصيبة. بس يا عفاف، هو انت ما كنتش نايمة ولا ايه؟ انا كنت نايمة وبتستغفلوا الراجل